لكل فزوكة بتقولك ان الجواشة ما بتجيبش فايدة. كملي الفيديو ده للاخر. انت شايفه ده كان شكل وشي من سنتين، ودلوقتي ده شكل وشي اللهم بارك بعد الجواشة. بس هل الفكره كلها في الجواشة؟ لا ابدا، الفكره كلها في الروتين اللي انا بعمله مع الجواشة. انا واحده طول عمري ضد مبدا ان انا احط زيوت على وشي، لحد ما جربت تركايه ان انا احط زيت المر وزيت لبان الذكر على وشي، علشان انا عارفه ان هم افكتهم رائع لشد البشره. فقلت لها ما تيجي تجربيهم مع الجواشة. كليمر صغير، انا مش عامله اي فيلر في وشي، كل اللي عاملاه فيلر الشفايف. بقينا تحت غدد الليمفاويه اللي هي بتبقى هنا 10 مرات، هنا 10 مرات، هنا 10 مرات، هنا 10 مرات، وهنا عند المناخير 10 مرات. مخبيه لنفسي علشان انا مش عايزه حد ياخده مني، لان هو والله كان سر من اسراري، وانا بحلف انه والله سر من اسراري. عباره عن ايه؟ ده عباره عن زيت المر وزيت لبان الذكر، هما اكتر حاجتين مسؤولين عن الشد، وده بدون جدال. تمام. في برضو جريب سيد واللي هو زيت بذور العنب، وفي زيت الجوجوبا. انا ده معاكي روتين. انت اولا بشرتك هتكوني غسلاه، على فكره ينفع تحطي الزيت ده قبل ما تنزلي الصبح عشان يديكي لمعه جلاس سكين. فانت دلوقتي تكوني غاسله بشرتك مش حاطه فيها اي حاجه خالص، هتحطي 2 بامبس من الزيت. تمام، بالظبط 2 بامبس كده، وبعدين هتفرديهم على وشك كله الجواشاه بتاعتك. وبعدين تبداي مستمسكي من هنا تطلعي 10 مرات. بصي تبقى جايه بزاويه، تطلعي كده 10 مرات وتنزلي تحت، تطلعي 10 مرات وتنزلي لتحت، 10 مرات تنزلي لتحت، وهكذا. بقى تطلعي من هنا هتاخدي كده تنزلي. الروتين ده تمام مع الالتزام بالزيت المعجزه بالنسبه لي. الروتين ده بالظبط، انا مش هقول لك الاسبوع ده، انت الاسبوع اللي جاي، الاسبوع اللي جاي هتلاقي ان في اختلاف، حتى في لو وشك منفوخ متنفخ هوا كده هيروح. برضو اكتر حاجه انا خدت بالي هي جابت نتيجه سريعه، منطقه الجبهه هو بيت الزيت. بيت الزيت اصلا كل منتجاتهم طبيعيه 100%، تحفه تحفه تحفه. سلام يا قضيه قلبي.